اللهم لا اعتراض على حكمك يا رب. محمد فضل طالع ينظر وبيقول لك لازم الخطيب كان يطلع في الخطاب اللي طلعه للناس اللي كانت في مجلس الإدارة وما كملوش معاه الدورة اللي جاية، يشكر حسام غالي. يشكر حسام غالي على ايه؟ يشكر حسام غالي على ايه؟ وبعدين انت بتتكلم بلسان حسام غالي ليه؟ ما تسيب كل واحد يتكلم بلسانه. ولا انت بتحب تمسح جوخ؟ ولا انت يمكن فاكر نفسك انك كنت بتلعب في النادي الاهلي بجد؟ يا ابني انت كنت لعيب سنكوح، الاهلي جابك من نادي الصيد بواسطه الناس وجيت ما اثبتش نفسك. كنت عامل زي الواد اللي اسمه سمير محمد، ما كناش عارفين نطلعه اعاره. كنت انت نفس القصه، طلعناك اعاره للاتحاد السكندري وما نفعتش، والاهلي لغى الاعاره بتاعتك وخلاص. رحت من الاتحاد السكندري رحت الاسماعيلي، ومن الاسماعيلي رحت المصري، ومن المصري رحت الانتاج الحربي، ومن الانتاج الحربي رحت سموحه، ونهيت في المقاولين العرب، ورحت 3 شهور اعاره في الكاظمه الكويتي عشان تبقى لعيب احترفت، وكنت بترجع الاهلي على مضض. جيت جوزي طردك شر طرده، قال لك مش عاوزك في النادي. جيت بعد ما جوزي جه مشي، رجعت ايام حسام غالي. الماتش بتاع الاتحاد الليبي هو دي المباراه الوحيده اللي احنا يعني نفتكر لك ان انت جبت هدف بدماغك، بس هدف هيبقى هدف في ال3 اهداف احسبهم كده. شاف هدف متعب اللي ما يجيبوش روني، وين روني في مجده. متعب جاب جون يتدرس، والواد شهاب الدين احمد الغلبان اللي مشهور ظلم من النادي، لعيب زي ده الحذاء الجزمه بتاعه ب10 زيك، جاب جون من بعد ال 18 كان هيقطع الشبكه. ال3 جوان انت جبت فيهم اوسخ جون، ده اللي احنا فاكرينه لك. انت لعيب سنكوح. انت لو بصيت ليك، بس هي ارزاق ان واحد زيك انت تسنكح على جميع الانديه وتحاسب على النادي الاهلي، وانت اصلا مالكش تاريخ مع النادي الاهلي. ده انت في 2 لعيبه كان دماغهم كلها كوره، تعصرهم كده ينزلوا كوره، بس كان ما لهمش ظهر يزقهم. واد اسمه احمد تمساح وحسام باولو اللي لعب في الزمالك اخر موسم. احمد تمساح ده لعب مع برادلي وكان بيلعب اساسي، ولعب لحد فوق ال 40 سنه. انت كنت مكسح بعد ال 30 سنه ما كنتش قادر تمشي. وحسام باولو راح الزمالك، لعب سنه واحده وخد هداف الدوري. بس ارزاق. بص للناس دي. ده كان عندنا لعيب زمان اسمه صديق الجمال، ده ما كنتش تشوف، كان احسن من مختار في الترقيص. ومحمد السيد بلبل اللي كان من شبرا. عيال كانت بترقص الهوا الطاير يا باشا. انت عملت ايه للنادي الاهلي؟ وحاسب نفسك على النادي الاهلي وتقعد تتقلفط وفي قلب اون سبورت وتتكلم. انت مين اصلا؟ انت مين اصلا؟ وبتوع اون سبورت دي بحق جنب يا رب تجيلهم من عند ربنا والدنيا تتغير خالص، والقناه دي تتمحي من على وش الدنيا، عشان كل اللي فيها عالم منافقه كلها. انت ايه؟ انت تطلع في اون سبورت وتطلع 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 وتطلع. ايه بتحكها مع حسام غالي؟ يعني كنت عايزين تورثوا النادي بعد الكابتن انت وحسام غالي ورضا شحاته. وعلى فكره رضا شحاته هيعمل معانا مباراه يوم السبت، وهفكركم هيلعب قصادنا بغل. كلكم اربطوا الخيوط مع بعضيها. حسام غالي راح مسك الجونه مع الواد نادر شوقي، كان ماسك مدير كوره، قاعد على دكه الجهاز الفني. وخد مين معاه؟ خد رضا شحاته اللي كان بيدرب الجونه. رضا شحاته والاستاذ محمد فضل وحسام غالي، دول كانوا فاكرين نفسهم ان ياما هنا وياما هناك. يا حسام يا غالي، انت القصه بتاعتك انت ما اديتش الاهلي يا ابني، ولا محمد فضل ادى للاهلي. انت اديت للاهلي ايه؟ ده الاهلي كان محتاجك اول ما محمود طاهر جه في 2014. قلت له لا، ده انا اكل عيش ولادي اهم من الاهلي، وسبت الاهلي ومشيت في عز ما كان الاهلي محتاجك. انت حط نفسك جنب عماد متعب، شوف عماد متعب ادى النادي قد ايه، وانت 0/1000 من جنب عماد متعب، واللي اتعمل لك ماتش اعتزال، والدنيا عمالين يحابوا عليك. هو الواحد يعني لازم يتجوز جواز سياسي، ويتجوز واحده واصله توديه مجلس شعب
وتجيبه غصب عن الخطيب في الدورة اللي فاتت؟ ما تخلي الطبق مستور يا عم الحاج. مفيش حاجة دايما يا حسام. انت ومحمد فضل، ومحمد فضل دور لك على حد تاني تمسح له جوخ. حسام غالي مش داخل النادي الاهلي تاني ولا عضو. اعضاء الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي بتفهم حسام غالي ايه وبتاع ايه. حسام غالي ايه وبتاع ايه. انت هتروح فين؟ انت جنب طاهر ابو زيد. هتروح فين جنب طاهر ابو زيد؟ في الوجاهه والاداره وكل حاجه. هتروح فين جنب محمود طاهر؟ هتروح فين جنب خالد مرتجي اللي رضي يبقى امين صندوق وخلى ياسين منصور يبقى نائب الرئيس؟ واعمل حسابك انت وهو شويه سناكيح ان خلاص ياسين منصور حط رجله هو الكادر الجديد. ويدينا ويديكوا طول العمر يا شويه سناكيح وشويه منتفعين والله وعشمانين. انت يا ابني خدت حجمك اكبر من حجمك اقسم بالله عن لعيبه جيلك بحالها. وطلعت تتخبط في الخطيب وطلعت تتخبط قبلها في ابو تريكه. يا راجل روح شخ يا راجل، يمكن تفوق ولا تعرفوا اصلكم. ده انت شويه عالم فشله والله. الجيل بتاعك كله انت ما اديتش النادي الاهلي. هقول ايه؟ ده عصام الحضري ادى النادي الاهلي قدك 10 مرات. انت ومحمد فضل ورضا شحاته. مين فاكر رضا شحاته غير الجون بتاع الزمالك بتاع 6-1؟ مين فاكر رضا شحاته مبرغ دي؟ الله يرحمك يا احمد يا فهمي اللي كان بيلعب اللي كان جاي لنا من المنصوره زي رضا شحاته اللعيب اللي توفى. كان مشروع لعيب عالمي الله يرحمه. ما بيقعدش على المداود الا شر البقر. الله يلعنكم ويلعن ايامكم اللي مش عايزه تخلص.